تعالوا بقى النهاردة نعمل أحلى وألذ صينية سمك في الفرن. أحلى بكتير بقى من السمك المقلي والسمك المشوي، يعني بقى مش هنستخدم زيت كتير ولا نعمل دخان ولا ريحة في البيت. هتجربوها وهتعجبكم جدا، أظن الشكل بيتكلم عن نفسه. وهقول لكم أنواع السمك اللي تليق بالطريقة دي. اوعدكم باذن الله اللي مش بيحب ياكل السمك او ما بياكلش السمك كتير هياكل السمك بالطريقه دي، عشان بصراحه حلوه قوي. واتمنى ان شاء الله اول ما تشوفوا الفيديو تجربوها، لان متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم جدا. قدموها بقى كده بالف هنا وشفا. هي مش محتاجه بقى جنبها غير شويه رز ابيض كده وشويه من السلطه البلدي، وهتدوقوا احلى سمك في الفرن، وكمان صحيه لانها ما فيهاش زيت كتير. حاجه معايا 2 كيلو من السمك، عندنا اسمه سمك قمرة، في ناس بتقول عليه سمك سواردية. المهم ان انا جبته وغسلته كويس جدا وفتحته بالسكينة بالشكل ده، وسبته لحد ما يتصفى كويس قوي. معايا هنا بقى 3 حبات من الطماطم، وحبتين من الفلفل الاخضر والاحمر، وشوية من الجزر، ومعايا كمان بصلة متوسطة، ومعايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وشبت وبقدونس عبارة عن حزمة من الشبت والكزبرة، سوري مش البقدونس. واول حاجة بقى هنجهزها معانا الخضار الحلو ده. هنضيف في الصينية اللي احنا هنعمل فيها السمك 3 معالق كبار من الزيت، واول ما الزيت يسخن معانا كويس جدا هننزل اول حاجة بالبصل، يدوب بس هنديله تشويحة بسيطة. اول ما يوصل للون ده هنزل بعد كده بقى بمعلقة الثوم اللي معايا النهاردة. انا فرماه بفلفل اخضر حلو وفلفل احمر حلو او حامي على حسب ما تحبي، بينكه لي معايا التوم شويه وبينفعني في كل الوصفات بدل ما افرم التوم لوحده. بنضيف بقى معلقه التوم دي، وبنبتدي برضو ان احنا نديلها تشويحه كده مع البصل. انا مش عايزه اي حاجه بنزلها في الصينيه دي ان هي تتهري معي، انا بس عايزه اديلها تشويحه بسيطه كده، لان هي هتكمل التسويه بتاعتها مع السمك في الفرن. بعد كده بقى هننزل بالفلفل الاخضر الحلو والفلفل الاحمر، وشويه كده من الجزر، ده عباره عن جزره صغيره بشرتها. اللي حابب يستغنى عن الجزر او الفلفل الاحمر مفيش مشكله، تقدري تستخدمي الفلفل الاخضر بس، هيديلك برضو طعم ونكهة حلوة. بعد كده بقى ما شوحت الخضار الناشف الاول، هبتدي انزل بعد كده بحزمة الشبت والبقدونس، سوري الشبت والكزبرة، بيدوا ريحة وطعم حلو قوي لصينية السمك دي. تشويحة بسيطة برضو. اخر حاجة بنزل بقى عليها بالطماطم، وزي ما قلت لكم دول 3 حبات كبار من الطماطم لكمية السمك اللي انا هستخدمها النهاردة. هتبل بقى بمعلقتين صغيرين مليانين ونص من الملح، يعني مقدار معلقة كبيرة، ومعلقتين صغيرين من الكمون، معلقتين صغيرين برضو من الكزبرة، وربع معلقة صغيرة من الشطة، او على حسب ما تحبي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. عايزة اقولك بقى اول ما بنضيف البهارات على الخضار اللي معانا ده الريحة بتبقى خطيرة جدا. هضيف بعد كده بقى 1.5 كوباية من المية، كوباية كبيرة ونص من المية، وهسيب الكلام ده يغلي لمدة 5 دقايق. هنتبل بقى تتبيلة بسيطة اوي للسمك، معلقة كبيرة من الثوم، وشوية من الملح والكمون والفلفل الاسود والكزبرة، يعني نقول كده ربع معلقة صغيرة لكل من التوابل دي. وما ننساش معانا الليمون، عصير ليمونة كاملة بعصرها بايديا كده، وبقلب بقى التوم مع التوابل مع الليمون بالشكل ده. وهتبل بقى بطن السمكة علشان تديني طعم حلو. احنا متبلين الخضار وكل حاجة، بس السمكة من جوه كمان محتاجة تاخد طعم بسيط كده. مش هنكتر بقى توابل كتير ولا توم كتير، لان احنا اوريدي ضايفين توم وضايفين توابل مع الخضار. فحاجة بسيطة قوي كده في بطن السمكة كده، ومن الفتحات اللي احنا عاملينها بالسكينة حاجة بسيطة كده بس. تبلت بقى السمك كله على بال ما التسبيكة اللي احنا عملناها مع بعض تجهز معانا. انا يا جماعة ما بضيفش صلصة، انا بكتفي بالطماطم اللي انا ضفتها. هنشيل بقى نص الخلطة الحلوة دي، نصها بالظبط في بولة كده او في طبق، هقول لكم هنعمل بيه ايه مع الصوص اللي نزل ده. وبعد كده هنفرد بقى نص الكمية في الصلصة في الصينية من تحت. وبعد كده بقى هنرص كل كمية السمك اللي معانا النهاردة. تقدروا تستبدلوا السمك ده بالسردين البلدي، هيبقى حلو جدا، او بالبوري برضو هيبقى حلو قوي، او بسمك المكريل.
نص كمية بقى الخضرة اللي احنا شلناها في البولة هبتدي اضيفها بقى على السمك من فوق، علشان يدي بقى طعم حلو للسمك من تحت كده ومن فوق، والخلطة دي بقى تنزل على السمك كده وتديله طعم وتتبيلة حلوة قوي. في الاثناء دي بكون مسخنة الفرن كويس جدا، واول ما بنخلص بندخل الصينية دي الفرن مباشرة. هتاخد معانا بالظبط، هي اخدت معايا بالظبط ساعة و5 دقايق بالكتير قوي، وكانت مستوية وجاهزة معايا. واي حاجة على الصينية بالمنديل كده بحاول ان انا اشيلها علشان ما تتحرقش معايا وتدي شكل مش لطيف. هنا بقى ده شكل السمك بعد ما استوى معانا، ما تدلوش لون اكتر من كده او تسوية اكتر من كده علشان الخضار اللي فوق ده ما يتحرقش معاكي ويبقى شكله مش الطف حاجة اثناء التقديم. عايزه اقول لك الريحة كانت حلوة جدا، والسمك ده مميز وحلو قوي زي ما قلت لك، ينفع بالسردين وينفع بالبوري وينفع بالمكرل. الشبار مش محبذ قوي بالطريقة دي الا اذا كنت هتقلي الشبار الاول وبعد كده هتعمليه بنفس الطريقة. بنقدمه بقى كده في طبق التقديم مع شوية برضو شوية خضرة كده، شوية من الشبت والكزبرة علشان بس نكسر معانا لون الطبق بالشكل ده. مش عايزه اقولك بقى قاعده الريحه كانت عامله ازاي، والطعم وكمان بيجي معاكي خفيف كده من غير بقى ما يشرب زيت كتير، ومن غير بقى ما يعمل ريحه دخان في البيت ولا الكلام ده كله. محتاج بقى جنبه كده شويه من الرز الابيض وشويه كده من السلطه البلدي مع شويه جرجير. مش عايزه اقولك الاكله دي حلوه جدا وخفيفه وسهله، والطريقه بسيطه اي حد هيعملها وان شاء الله هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. هسيبكم في امان الله وبسلام.